بحط خبرتي كلها في الكلام دوت قدام عينك. بقول تاني، وعد مني هذاكر معاكم وهخليكم 100 فمحدش يقلق من حاجه. كل طالب في جمهوريه مصر العربيه وولي امر لطالب في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه، ركز بقى معايا عشان الفتره دي في منتهى الخطوره. حديث قدسي، في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي حديث رسول الله: المؤمن لا يكذب. ما بحبش أبدا 3: الظالم والكذاب والطماع. الطماع في الشر، 3 دول ما بحبهمش أبدا. فاحنا ليه بنظلم بعض؟ وليه بنكذب على بعض؟ وليه بنطمع في بعض؟ ايه الدخلة دي يا دكتور مجدي؟ ايه الدخلة الغريبة دي؟ طب اسمعني كده بالراحة وبهدوء. كل طالب في جمهورية مصر العربية وولي أمر لطالب في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، ركز بقى معايا عشان الفترة دي في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. فعايز كل واحد من حضراتكم يسمع الفيديو ده كويس كده بالراحة وبهدوء، عشان هقول كلام في منتهى الأهمية. وبقول الكلام ده مش من مدرس لطلبته، ده أنا بقوله من أب لولاده. أنا وعدت إن قبل ما يجي علينا يوم 1/1/2026 لازم أكون منتهي من الجيولوجيا ومن التكاثر. بفضل الله وتوفيقه، آخر حصة جيولوجيا يوم الخميس 18/12. وبفضل الله وتوفيقه آخر حصة في موضوع التكاثر يوم الاثنين 22/12. يبقى العهد والوعد اللي أنا قطعته على نفسي ربنا قدرني وقدرت إن شاء الله أنفذه. طيب الفترة الجاية بقى موقفها إيه؟ أنا عايز بقى نصحصح شوية ونركز شوية. اللي أنا شايفه من السادة المدرسين إيه؟ وقف وعيد الكلام ده تاني. يعني إحنا من شهر 8 و9 و10 و11 وادي 12 بيخلص أهو، ضيعنا 5 شهور من السنة الدراسية في إيه؟ اسمعوني بس كده وركزوا. في الدعامة والحركة اللي عليها 6 درجات، والتنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات، والتكاثر عليه 12 درجة، مجموع دول 23 درجة. والمدرس الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي خلص موضوع الجيولوجيا هو مجدي فودة، وانا اخر واحد بدأته بعد المدرسين كلها ما بدأت. ده في ناس بادئه من شهر 8 وناس بادئه من شهر 9، انا بدأته في شهر 10 واول واحد في مصر يخلصه بفضل الله. بفضل الله شرحت الجزء الخاص بالمعادن بالكامل في 3 محاضرات، وشرحت الجزء الخاص بالجيولوجيا بالكامل، الجزء الخاص بالصخور في 3 محاضرات، وخلصت موضوع الجيولوجيا تماما. لسه ما حدش خلصه، ما حدش لسه انتهى من موضوع علم الارض الجزء الخاص بالجيولوجيا ده خالص في جمهورية مصر العربية. الوحيد اللي خلص وانا اخر واحد يشرحه مجدي فودة بفضل الله تعالى. طيب يصح بقى ان احنا نوقف ونعيد الكلام ده تاني، نعمل معسكر؟ انا بطرح سؤال، معسكر نعيد تاني الدعامة والحركة اللي عليها 6 درجات، والتنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات، والتكاثر عليه 12 درجة، ادي 23 درجة. والناس شرحوا المقدمة بتاعت التكاثر بتاعت الجيولوجيا والتراكيب الجيولوجية والمعادن، ومحدش لسه بدأ في الصخور. يعني الجزء ده عليه 7-8 درجات. ما هي درجته هتبقى كده، اكبر درجات على موضوع الصخور، واصعب حاجة في الجيولوجيا موضوع الصخور اللي لسه محدش بدأها. ها، نوقف ونعيد الكلام ده. درجته قد ايه بقى الكلام ده اللي المدرسين خلصته؟ درجته لا تتجاوز 30 درجة. طب ليه؟ لان اللي باقي ايه؟
اللي باقي الصخور اللي ما حدش يتكلم فيها، احنا قلنا الجيولوجيا كلها عليها 13 درجه، دي لوحدها عليها 5 6 درجات ان لم يكن 7 درجات. بص انا قلت ايه؟ ولسه الدي ان ايه والار ان ايه اللي عليهم 16 درجه، والمناعه اللي عليها 8 درجات. جمع بقى كده معايا، الدي ان ايه 16 والمناعه 8 ادي 24، وكمان 5 6 درجات، مش هقول 8 ولا 7، 5 6 درجات، 5. حطها بقى كده قدام عينك على الرقم اللي انا قلته ده، 24 يعني تقريبا نص الماده، حوالي 30 درجه، تزيد درجه تقل درجه، حوالي 30 درجه. يعني خلصنا لاولادنا لغايه شهر 12 اهو، خلصنا لهم نص الماده. احد المدرسين بيقول تلتين الماده، لا هو 50% من الماده تقريبا، تزيد درجه درجتين تقل درجه درجتين. يبقى ليه نكذب؟ ليه نكذب ونقول تلتين الماده؟ لا هو نص الماده. طيب سؤال، اوقف واعيد ده تاني؟ لسه مخلصين التكاثر. انا بسال سؤال لاولادي، حبيبي مين اصعب عليك، التكاثر ولا الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني؟ يقول لي لا التكاثر. مين خد منك وقت؟ يقول لي التكاثر. ده احنا خلصنا الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني بسرعه، افهم. انما التكاثر المدرسين ضغطوه. افهموا، اقل واحد شرحه في 7 8 حصص، وبعضهم في 9 حصص، والورشه هيبقى 10 حصص ان لم يكن 11 حصه. بصوا الوقت اللي راح. طب اذا كنت انت التكاثر اصعب من الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني، انت بقى انت وانت بتاخد الدعامه والحركه وانت بتاخد التنسيق الهرموني كنت فاهم ان التكاثر صعب كده؟ لا ما كنتش فاهم. طب انا بقول لك بقى بخبرتي، هو راجل بيدرس بقى له 42 سنه، ثانويه ازهريه وثانويه عامه. اصعب جزء في الاحياء كلها، بل في كل المواد اللي انت بتدرسها، في كل المواد، الموضوع بتاع الدي ان ايه والار ان ايه. طب درجته 16 درجه، وقد تصل لطالب الازهر ل 18 و20 درجه. يصح بقى ان احنا ناخر ده؟ يصح ان احنا نقف دلوقتي بقى ونعيد تاني الدعامه والحركه ونعيد تاني التنسيق الهرموني ونعيد تاني التكاثر؟ يبقى ده ظلم، وربنا ما امرش بالظلم، يبقى ده ظلم. افهموا انا بقول ايه. يبقى احنا كده بنظلم ولاد الناس وبنأذيهم في وقت خطر. طب تسمح لي اكمل لك بقيه السيناريو؟ ولي امر بيتصل بيا بيقول لي المدرسين بيستخفوا باولياء الامور وبيستخفوا باولادنا. معسكر ايه اللي هم بيعملوه؟ لسه هنعمل معسكر قدام عينك ونعيد اللي فات تاني، وكتب تاني للمعسكر، وفلوس تاني؟ طب اذا كان عنده حاجه عايز يقولها ما قالهاش ليه في الكتب اللي اداها لنا في الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني والتكاثر؟ بص احنا بنسوق التعليم في مصر ازاي، وبنصدر لاولياء الامور وللطلبه قدام عينك ان احنا مش كويسين. لما ولي امر يقول هذا الكلام يبقى ده ظلم. ظلم. كتب ايه للمعسكر؟ واذا كان عندك اسئله 600 سؤال و700 سؤال و800 سؤال، ما حطيتهاش ليه في الكتب اللي انت عملتها؟ كل ده اجهاد على اولياء الامور وطمع وفلوس. كل ده بقى عندي ما يفرقش، كل ده ما يفرقش، لكن عامل الوقت ده انت هتضيع من العيال شهر واحد، شهر واحد هيضيع. طب وبعدين هنعمل معسكر اسبوعين، وبعدين ندي العيال اجازه اسبوع، ادي 3 اسابيع. انت مش واخد بالك ان رمضان هيجي 18/2؟ الطلبه هتبقى مجهده. معسكر ايه دلوقت؟ ما نخلص لاولادنا المنهج، اللي يحب طلبتنا واولادنا يخلص لهم المنهج، يعرفهم الكتاب من الجلده للجلده محتوياته ايه. لكن احنا كده بنظلم ولاد الناس، بنظلمهم. مفيش عند المدرسين دول 5 طلبه كويسين وثقوا في حضرتك وحملوك الامانه من شهر 8 وانت بتاخد منهم فلوس؟ يصح بقى دلوقتي تقول له هنوقف ونعيد اللي فات تاني؟ ده بقى هيطلع طالب كويس؟ ده هيطلع طالب لا هيسقط في الاحياء، يا اما هيطلع طالب كبير وهيجيب 30 32 من 60، لانك بوظت له شهر واحد، ورمضان داخل عليه 18/2. تيجي بقى في شهر 2 وفي شهر 3 وتضغط المناعه، تكروتها في 3 4 حصص وورشه
وتخش على الدي ان ايه والار ان ايه، نلخبط العيال. والله الذي لا اله الا هو، عدد كبير جدا من الطلبه السنه اللي فاتت ما كانش بيحضر معايا طول السنه، والله انا بقسم بالله كانوا يجي السنتر يبكي بالدموع الولد والبنت، يقول الاستاذ ضغط الدي ان ايه وضغط الار ان ايه وضغط المناعه. ما اعرفش كان بيعمل معسكر ليه ويجهدنا ليه واحنا صايمين في شهر رمضان، ويا ريتني فاهم حاجه، انا مش فاهم اي حاجه. يبقى ده يخلق طالب كويس؟ مش الطالب الكويس اللي بيطلع من الاوائل بنجيبه بعد كده قدام عينك ونعمل معاه لقاءات ونقول احنا بتوع الاوائل؟ مش هو ده الطالب؟ طب انت كده باللي انت بتعمله ده هيطلع اوائل؟ لا والله، والله انت ظالم. كل مدرس هيوقف ويعمل هذا الكلام قدام عينك وبعدين يفضل يعق مع العيال لغايه شهر 4 في المنهج، يبقى انت ظالم. حرام عليك، حرام، ده ما يرضيش ربنا. خلصوا المناهج باقصى سرعه ممكنه. الطلبه محتاجه وقت اخر السنه لما يخلص المنهج يقدر يبقى عنده متسع من الوقت، يعيد المنهج مره واثنين وثلاثه ويحل امتحانات. لكن نخلص المنهج في شهر 4 للعيال، طب العيال هتفتكر ايه؟ يقولوا لا. وكل واحد، الغريبه انه كل واحد بيقنع الطالب بوجهه نظره. لما تلم دول تبقى 100 100، يبقى انت خلصت تلتين المنهج. اذا كان الجزء بتاع الدي ان ايه والار ان ايه عليه 16 درجه، والجزء بتاع المناعه عليه 8 درجات، ادي 24 درجه، وجزء الصخور اللي لسه ما حدش يتكلم فيه في مصر كلها ده عليه مش اقل من 7 8 درجات، انا هقول 5 درجات. يبقى 5 درجات وادي 24 درجه، 29 درجه، نص الماده العيل ما يعرفش عنه حاجه. وانت ضيعت من العيل شهر 8 و9 و10 و11 وادي 12، وهتضيع واحد في المعسكر، ادي 6 شهور خلصت في نص المنهج. طب هنجيب لك منين 6 شهور تاني عشان تخلص بقى ال 29 30 درجه دول؟ يبقى ده ظلم. ده انت هتكروت المنهج قدام عينك في شهر ونص. ليه؟ عشان تلحق المراجعات في شهر 4، عشان ناخد فلوس تاني وكتاب للمراجعه تاني وكتاب للدي ان ايه تاني. بص، فيلم احنا عايشينه. انا بزعل لما بسمع ولي امر او ولي امر يقول دول تجار ورق بيبيعوا لنا ورق، وعمالين في التكاثر يجروا، العيال مش عارفه تحل حاجه. بص، شوف كده الوقت اللي اتدرس فيه التكاثر والوقت اللي اتدرس فيه الدعامه والحركه اللي عليها 6 درجات. شوف الوقت ده والوقت ده. شوف الوقت ده خدنا مش اقل من شهرين في الدعامه والحركه اللي عليها 6 درجات، ومش اقل من شهر ونص بالورش بالنيله بالكلام الفارغ اللي ملوش لازمه ده، بالامتحانات بالعك اللي احنا بنعكه ده. ضيعنا شهر ونص. نيجي بقى نخلص للعيال ونيجي لهم في اخر اسبوع في شهر 2، ونخش علينا شهر 3، ويبدا بعديه شهر 4 والعيل صايم وتعبان، ونيجي بقى نديله اصعب جزء في المنهج. يبقى ده يرضي ربنا؟ والله ما يرضي ربنا يا فندم. كل ده غلط، انا مش هعمله، انا مش هعمله. كل طالب في مصر بيسمعني، قدامك اختيارين: يا تروح للمعسكر، ده احتمال وتضيع منك شهر واحد. انا بفضل الله بفضل الله بفضل الله اول حصه في الدي ان ايه يوم 29 يوم الاثنين 29/12 هبدا اول حصه في الدي ان ايه. هتعرف تجري معايا وشاطر تحجز معانا، مش هتعرف خلاص توكل على الله وشوف حد غيري. انما هتعبك، هتعبك. ايه الدي ان ايه عشان الناس تفهم، عشان ما ترجعش تزعل بعد كده. لان انا باكد لك انك هتيجي بعد كده قدام عينك في شهر 3 وشهر 4 بعد ما تبدا الدي ان ايه مع المدرسين، وهتقول لي انا مش فاهم اي حاجه. طب اقول لك بقى مين الدي ان ايه وانت تعتدت مني الصدق. الدي ان ايه مكتوب في كتاب الوزاره بطريقه خاطئه، ترتيب الموضوعات غلط، وبالتالي في كل الكتب الخارجيه في مصر ترتيب الدروس غلط قولا واحدا. كل المدرسين وملازم المدرسين ترتيب الدروس زي الكتب الخارجيه وزي كتاب الوزاره غلط. افهمك ازاي؟ انا بقول لك اهو كلام بخبرتي، مترتب غلط، بيتشرح غلط، فمش هتفهم حاجه. يبقى ده هنروح نقوله بقى في شهر 2 وشهر 3 و4؟ ده يرضي ربنا الكلام ده؟ ولا نطلع عينك ونتعب معاك شويه ونقوله بقى في شهر 12 1؟ قول لي، تتعب مع الدكتور مجدي شويه
ولا تاخد الكلام ده قدام عينك متاخر وتكتشف ان في مصيبه؟ ادي 16 درجه هيروحوا مننا. ده يرضي ربنا بقى الكلام ده؟ ما يرضيش ربنا. من فضلكم انا هبدا الجزء بتاع الدي ان ايه. قلت بدايتنا ان شاء الله في الدي ان ايه يوم 29 اليوم الاثنين الموافق 29/12. اللي ما عندوش استعداد انه يتعب بقول درس صعب. كلامي واضح؟ صعب، لكن انا معاك هشرحه لك وهذاكره معاك. وقفت في حاجه هتتواصل معايا وهذاكر معاك وهخليكم 100 فيه. اللي اوعدكم بيه ان هذا الموضوع اللي عليه اعلى درجه واصعب درس في الاحياء، بل في كل موضوعات الثانويه العامه والثانويه الازهريه، انك تبقى اشطر من اشطر مدرس بيدرس الكلام ده بقاله 25 سنه. كلامي واضح؟ هتفهم كل كلمه رايحه فين وجايه منين. واحنا بنحل وبنبذل مجهود غير عادي من كل المصادر ومن الامتحانات الازهر وامتحانات الثانويه العامه، ما بنسيبش حاجه. بس تتعب بقى معايا شويه، تبذل شويه مجهود. لكن تقول لي نوقف ونروح نعيد تاني التكاثر تاني اللي لسه واخدينه، الدعامه والحركه تاني والتنسيق الهرموني تاني؟ طب يا دكتور مجدي انا نسيت الكلام ده. ما تنسى يا اخي. يعني انت نسيت الكلام اللي لسه واخده ومضيع وقت فيه، عايز دلوقتي بقى نعيده تاني؟ طب انت صفر في الدي ان ايه، صفر في المناعه، صفر في الجزء بتاع الصخور، صفر، ودول نص الماده. طب مش نعرف دول فيهم ايه؟ طب لما تخلص المنهج بتاعك 15/2 وانا عاقد النيه على ده، مش ده هيديك فرصه من 15/2 ازهر يمتحن 6/6؟ ها؟ يعني معاه حوالي 4 شهور الا اسبوع. ثانويه عامه هيمتحن 20/6، يعني معاه 4 شهور و5 ايام. هنعمل فيهم ايه غير ان احنا نحل ونعيد ونزيد ونراجع وما ورناش حاجه تاني؟ فهنبقى 100 في الماده. ولا اروح دلوقتي اعيد الكلام الفارغ اللي قدام ده وتبقى صفر في ده، واروح ادرسه لك بقى قدام عينك وانت صايم في شهر رمضان واجهدك واتعبك؟ ده ما يرضيش ربنا، ده ظلم، ده ظلم. يبقى احنا بنظلم ولاد الناس اللي بيدفعوا لنا فلوس. ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا. وايه حكايه الكتب دي؟ الراجل ولي الامر بيقول لي دول تجار ورق. ايه حكايه الكتب دي؟ انا مش فاهم. وايه حكايه الاستخفاف بالطالب ده؟ عامل لك ستاند للتليفون وفاصل تحطه وستيكرز ونوت بوك. عيب، عيب. ده الطالب ده هيروح كمان كام شهر ربنا يكرمه ويخش كليه، واخد بالك انت، ويبقى شخص يعني لازم نحترم قدراته. ده اللي هيخليه يشتري بتاعك الباكج اللي انت بتعمله. هو ده؟ ولا احنا كده لينا كل فتره نعمل منظر وخلاص؟ هبعت عمره واجيب من العمره وعامل لي بوكس قدام عينك حاطط فيه ميه معدنيه وحاطط فيه مج وحاطط فيه بتاع الاوائل. اوائل ايه واواخر ايه؟ عايزين نتقي ربنا في ولاد الناس، وعايزين نتعب شويه مع ولاد الناس. واللي يحب ولاد الناس دول يخلص المنهج باقصى سرعه ممكنه. بلاش نقنع ولاد الناس بكذب. لما تبقى 100 في دول هتبقى 100 في اللي جاي. اللي جاي ملوش علاقه. الدين ايه ملوش علاقه بالكتاب كله. المناعه ملهاش علاقه بالكتاب كله. احنا بنضحك على اولاد الناس ليه؟ ايه علاقه الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني والتكاثر بالمناعه؟ ايه علاقه دول بالدين ايه؟ ملهمش علاقه. انا بقول كلام واضح وبسيط اهو. ونفسي كل ولي امر بيسمعني وكل طالب بيسمعني، لو انا غلط خش لو سمحت في الكومنتات قول لي انت غلط. لو انا غلط ما تخش تكتب الكلام ده، قول يا دكتور مجدي انت غلط والمدرسين دي صح. احنا بنقول ايه صعب؟ نخلص المنهج باقصى سرعه ممكنه. معانا بقى وقت طويل جدا للمراجعه، ندي فرصه للطالب يكتشف ايه اللي صعب وايه اللي سهل. اللي صعب نعيده له تاني ونذاكره معاه تاني ونحل معاه تاني وندربه تاني. ولا ندي نص المنهج ونكذب على اولاد الناس ونقول تلتين المنهج، واخد بالك انت، وندي نص المنهج ونقعد نعيده تاني دلوقتي ونضيع من العيال شهر واحد. ما هو حضرتك اما ما انتش عارف تشرح الدين ايه وبتاخره عشان كده، او الحل التاني لسه صغير ما عندكش خبره، وبالتالي انت بتعمل في العيال اللي يعجبك واللي يمشي مع هواك عشان تحقق الكسب. لكن انت ظالم وانت كاذب قولا واحدا. والكلام ده انا بقوله لاي مدرس مش هيتقي ربنا في اولاد الناس. نخلص المناهج بسرعه. كلنا بنقول العيال ضعيفه،
والعيال محبطه. طب ضعيفه نعمل ايه؟ نخلص لهم بقى الكتاب، نخلص بقى المنهج، ما نقعدش بقى نضيع الوقت في اللي فات. نخلص الكتاب، يعرف الكتاب من الجلده للجلده محتوياته ايه. عرف الكتاب سيبه بقى هو اللي يختار. يا اخي الحته دي صعبه نعيدها له تاني، نذاكرها معاه تاني. الجزء ده سهل خلاص سيبك منه، نعيد المنهج مره واثنين وثلاثه واربعه. انا بقول الكلام ده قبل ما تشترك انت وهو يا ابني، قبل ما تشترك وقبل ما تدفع فلوس. قولا واحدا، اللي عايز يخلص المنهج انا هتعبك وهبذل قصارى جهدي معاك وهخليك 100 قولا واحدا. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانا مش هدخر مجهود، خبرتي كلها هطلعها معاكم وهعتبركم زي ولادي. بس لازم تتعب ولازم تبذل شويه مجهود. نمشي على مهلنا وبالراحه ونخلص في 4 مع المدرسين. العيل يتجنن بقى لما يخلص المواد دي كلها في شهر 4. طالب الازهر المسكين ده اللي عنده مواد كتير جدا يخلص منك في شهر 4. طب يراجع امتى ويفتكر كل ده امتى؟ اذا كنت انت متصور ان هو اللي قلته له في شهر 9 و10 و11 نسيه في 12، رايح تعيده تاني في شهر 1. طب اللي هياخده مضغوط ده بقى نص الماده ده اللي خد لسه ما حدش خلص نص المنهج بتاعه. نعيد نص المنهج الاولاني ونتاخر تاني ونأخر ولاد الناس ولا نخلص المناهج؟ هذا هو رايي وده اللي انا هعمله. ده اللي انا هعمله، اخلص المناهج زي ما وعدت الناس من اول يوم في السنه. ان شاء الله عاقد النيه 15/2 نكون مخلصين. مفيش حد في الكومنتات يدخل يقول لي احنا هنكروت. كروت ايه؟ وفي حاجه اسمها كروته؟ مفيش حاجه اسمها كروته. وبقول من دلوقتي برضه وانت بتاخد الدعامه والحركه، في علاقه بين الدعامه وبين الحركه؟ لا مفيش علاقه، دي حاجه ودي حاجه. طيب لما سبت الجزء ده قدام عينك، في علاقه بين التكاثر في الانسان والتكاثر في النباتات الزهريه؟ لا مفيش اي علاقه بينهم. بقول كلام بسيط، الدي ان ايه مش كده. الدي ان ايه ده درجات لازم تطلعها معايا. فمفيش حاجه اسمها راكم، مفيش حاجه اسمها ما ذاكرش. الحصه تنزل لك تذاكرها. اديني كل يوم من ساعه ونص الى ساعتين. انا بقول لك هتخلص ماده الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا ان شاء الله يوم 15/2. نحتفل برمضان ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين باذن الله تعالى، ونخلص موضوع الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا تماما. وبعدين نبقى نديك راحه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ معانا وقت نحل ونزيد ونعيد ونراجع نعمل اللي نفسنا فيه. لكن دلوقتي في شهر 1 اوقف واعيد تاني نص الكتاب اللي انا قلته في السنه الدراسيه الاولاني، وبعدين بعد كده نكربس الدنيا فوق دماغ ولادنا؟ ما انت تقنعني اذا كنت انت هتشتغلوا اخر اسبوع في شهر 2. طيب وبعدين رمضان داخل 18/2 وانت عايز تلحق تخلص المنهج عشان تلحق المراجعه، عشان ناخد فلوس تاني من اول وجديد وكتاب مراجعه جديد. مش هو ده اللي بيحصل ولا انا بكذب؟ يبقى ده ظلم. ده ظلم، ده كلام مش صح. ده رأيي وقد يكون رأيي غلط، لكن انا شفت وضع مش صح نتيجة نقص خبرة، نتيجة طمع، نتيجة فلوس عايزين نلم في فلوس، واخد بالك، كتب ومعسكرات وتضييع وقت. احنا بنضيع ولادنا. يبقى كده العيال دي مش هتنجح في الاحياء. احنا كده العيال دي كلها زي ما قلت لك لا هيشيل الماده، يا اما الحل الثاني قدام عينك كبيره هيجيب 30 31 32 يبقى انت بوظت مجموعه. وبعدين بعد كده تيجي النتيجه تظهر نجيب ال10 الاوائل ونقول احنا بتوع الاوائل ونكرم الاوائل. ما هو ولية امر بتقول لي كده، بتقول لي ضحكوا علينا وخدعونا وعمره وهبعت عمره و3 خمسات وليكوا الثواب. كله كلام فارغ وتضييع وقت. عمالين نضحك على بعض، نكذب ونظلم وطمعانين في الفلوس. حد بيفكر بقى انه هيموت ويتحط في التراب مش هياخد حاجه معاه؟ هذا لا يرضي الله. اللهم اهدني واهدي بي واجعلني سببا لمن اهتدى. اللهم بصرني بعيوبي قويني عليها. مش مشكله انك تغلط، لكن ما تستعبطش وتمشي غلط بقى وتأذي ولاد الناس. يبقى ده ما يرضيش ربنا، هذا حرام. الجزء بتاع احنا عملنا محاضره في الجيولوجيا، محاضره في جزء المعادن ونزلت على اليوتيوب، وانا صعقت ان عدد اللي شافها لغايه دلوقتي 167,000 طالب، اكتر من الرقم ده كمان.
اكتر من الرقم ده، وتعودوا. انا قلت لا اكذب، المؤمن لا يكذب، فانا ما بكذبش. خش كده على اليوتيوب بقى شايفها 167 ألف طالب. بص على كومنتات الطلبة. أنا أول مرة أفهم، أنا ما كنتش عارف حاجة، أنا ما كنتش باخد جيولوجيا. ينفع الكلام ده؟ طب التكاثر، عملنا محاضرة تكاثر في الإنسان. خش يا فندم على اليوتيوب عشان تعرف أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. بقى شايف المحاضرة دي أكتر من 190 ألف طالب. طيب محاضرة النباتات الزهرية من الطلبة بقى شايفها 253 ألف طالب. كل الأرقام دي أكتر. بص، محاضرة المعادن أكتر من 167 ألف طالب. محاضرة التكاثر في الإنسان أكتر من 190 ألف طالب. محاضرة النباتات الزهرية أكتر من 253 ألف طالب. كل الطلبة اللي خدوا الكلام ده مع المدرسين، خش يا حبيبي اسمع الكلام ده، خش اسمعه. مش ده جزء من الجيولوجيا اللي انت دفعت فيها فلوس وسمعتها؟ طب لو اكتشفت ان انت مش فاهم حاجة، يبقى معسكر هيعمل لك ايه يا ابني؟ لما تخش تسمع يا ابني التكاثر في الانسان والتكاثر في النباتات الزهريه، مش انت دفعت فلوس وخدت الكلام ده؟ طب لما تكتشف ان انت مش فاهم اي حاجه، يبقى انت ماشي صح، يبقى انت تستاهل تنجح. حرام عليك. وبنضيع وقت، ضيعنا نص السنه، شهر 8 وشهر 9 و10 و11 و12، وهنبوظ شهر واحد. بص، هنبوظ كمان شهر واحد. طب هنجيب لك منين بقى المدرسين دول 6 شهور؟ ما انت خلصت 30 درجه. طب ال 30 درجه اللي فاضلين دول هنجيب لك منين 6 شهور؟ يبقى هتكروت العيال المنهج قدام عينك في شهر ونص، شهرين، اقلب عشان تلحق المراجعات. وجاي في وقت قاتل يا اخي، جاي في وقت قاتل. هتطلع في شهر رمضان تقول لهم اعمل ورد في القرآن واستغفروا ربنا وادعوا ربنا. ادعوا ربنا ايه وانت مكربس الدنيا فوق دماغهم؟ انا بستغرب اللي يطلع. واخد بالك، بحبكم في الله، واخد بالك انت، وطلبة اليوم اصدقاء الغد وزمايل الغد. انا بستغرب في الكلام ده كله، انا بستغرب. واللي اقعد فكر مفاجأتي هتكون ليكوا ايه للاوائل. هنقعد من دلوقتي نفكر مفاجأة ايه الاوائل؟ مش لما نخلص من الثانوية نبقى نفكر في الاوائل؟ كل ده. وايه كمية الفيديوهات اللي الناس بتنزلها دي؟ العيال هتذاكر امتى؟ ايه كمية الفيديوهات دي؟ العيال هتذاكر امتى؟ وانتوا كل يوم الصبح فيديو وبعد الظهر فيديو وبالليل فيديو. انا مالي ومال عيد ميلادك؟ انا مالي؟ نتقي ربنا في ولاد الناس، ما نهدرش وقتهم عشان ربنا هيحاسبكم. ما تهدروش وقت الطالب، وسيبوا الطالب يذاكر، وسيبوا الطالب يذاكر كويس. انا قلت خطة عملي هتكون ايه؟ الحجز احنا بادئينه، ما ننامش بقى ونكربس الدنيا فوق فريق العمل، حرام علينا. بقول كلام بسيط اهو، وقلت انا عامل الحجز ده بقيمة معينة. ما تستناش بقى لما تدفع بعد كده فلوس كتير وتقعد تتحايل على الناس. بنقول كلام بسيط اهو، نحجز من دلوقت عشان بعد توقيت معين قدام عينك القيمة دي بتزيد. طب ليه نجهد اولياء امورنا؟ عايزين نخلص كده ونخلص. اديني كل يوم، انا هبدا اديني ايه؟ قلت يوم 29، يوم الاثنين 29. اديني كل يوم على مدار الشهر اللي جاي، شهر ونص اللي جاي، من ساعة ونص الى ساعتين. هذاكر معاك، ما تخافش، هذاكر معاك وهخليكوا 100. كلمة أخيرة بقى عشان أقفل القصة دي. طب يا دكتور مجدي، أنا ما حضرتش معاك الدعامة والحركة، سؤال بسمعه كتير قوي، وما حضرتش معاك التنسيق الهرموني والتكاثر، جيت كده في آخره. هننزل لك الكلام ده كله، ما تقلقش، هنعمله لك. هعمل لك كل الدعامة والحركة دي بالكامل قدام عينك في محاضرة واحدة شرح. مش هسيب حاجة، ما تخافش، وهذاكرها معاك وخليكم 100 فيها. هعمل لك التنسيق الهرموني بالكامل في محاضرة واحدة. بقول كلام بسيط اهو، ومش هسيب كلمه. واتعود مني ان انا ما بكروتش حاجه خالص. هعمل لك ده، ما تشغلش بالك. نخلص بس قدام عينك ونجري، مفيش وقت، باقصى سرعه هنعمل لك ده. طب الجزء الخاص بالجيولوجيا هضغطه لك، ما تخافش، بدون اخلال، وهنعمل لك برنامج مكثف ليه، ما تقلقش. وزيه موضوع التكاثر، بس يلا بسرعه جري عديني ايه
بسرعه جري على المناعه نعرف محتويات الكتاب ايه. لكن انا فاهم كويس قوي ان في طالب قدام عينك كان بيحضر مع مدرسين اخرين كتير قوي دخلوا معانا في التكاثر ما كانوش بيحضروا معانا من اول السنه. ما تخافش، اللي فاتك كله هضغط لك الكلام ده، هتتواصلوا مع فريق عملنا وهتعرفوا الكلام ده كله تفاصيله ايه. ما تقلقش من الكلام ده كله. هعمل لك برنامج مكثف دون اخلاق، حط خبرتي كلها في الكلام دوت قدام عينك. بقول تاني، وعد مني هذاكر معاكم وهخليكم 100 فمحدش يقلق من حاجه. بس بسرعه اردت بس ان انا اقول خطه عملنا هتكون ايه. واخد بالك انت الفتره القادمه دي ربنا يفرحكم ويفرح ابائكم ويفرح امهاتكم ويثبتكم ويبعت لكم كده قدام عينك. واخد بالك انت ازاي تتقن الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ويجعل لكم الصعب سهل. احنا معاكم بكل ما اوتينا من قوه بخبرتي كلها. طالما انا ما متش ما تحملش هم الاحياء وما تحملش هم الجزء الخاص بالجيولوجيا. بقول تاني اهو، لو انت ما تعرفش حاجه وعد مني، بقول اهو كلام واضح، هذاكر معاك وهخليك 100 بس يلا اتجدعن بقى، يلا اصبر على نفسك، يلا نتجدعن ونبذل شويه مجهود. ان شاء الله هتبقى سنه طيبه وتنتهي بكل اللي يرضيكم ويرضي ابائكم وامهاتكم، وان شاء الله تروح الكليه اللي نفسك فيها وتكون من المتفوقين ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.